مع المحافظ مع مسافه المعادي بس الصوره معاهم هنا عشان اليوم بس طلع حد يقف هنا مكان هنا. لا حضرتك هم على الاجهزه ده عشان الجورنال انت كاتب سيناريو بقى. نخش على البرزنتيشن وبعد كده هو كلمة بعد ما نطلق البرزنتيشن عشان تعرف. أيها الحفل الكريم، يتشرف نادي النوبة العام بالقاهرة بالترحيب بمعالي الوزير سعادة الأستاذ الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، ويتشرف النادي بالترحيب بكل الذين وفدوا إلى هذه الدار لافتتاح الدار بعد التجديدات، ونرحب بكم جميعا ولا نطيل ونبدأ كلمة الترحيب. سعادة الأستاذ مسعد يركي رئيس نادي النوبة العام بالقاهرة، نائبا عن النوبة كلها يتحدث. والنوبة رشحت من أبنائها من فلذات أكبادها رجالا يتحملون مسؤولية نادي النوبة العام في هذا الوقت، وأعضاء مجلس إدارة نادي النوبة العام بالقاهرة هم السادة الأستاذ مسعد حسن محمد يركي رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ بدوي عبد الباسط نائب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ محمد حسن أحمد عبيدي الأمين العام، الأستاذ عبد الله سيد حسن أمين الصندوق، والأعضاء الأستاذ ربيع سليم الباشا، الأستاذ محمد عوض حسن سالم، الأستاذ غريب حسن هارون، الأستاذ مصطفى أنور داوود، الأستاذ شعبان محمد مصطفى، الأستاذ خالد عمر أحمد، الأستاذ فيصل المرسلي، الأستاذ ناصر مختار، الأستاذ محمد إسماعيل صالح، الأستاذ صلاح الدين أحمد عثمان، الأستاذ صلاح صدر، وكلهم يستحقون الشكر منا. ونخص بالشكر الأستاذ مسعد يركي بصفته وبشخصه، وإلى كلمة رئيس نادي النوبة العام كلمة النوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المحافظ، السادة الضيوف، سعدت هذا اليوم بهذا اللقاء الجميل وهذه المناسبة الجميلة في القاهرة الجميلة. هذا الأسبوع أسبوع نحتفل فيه بالقاهرة، ففرصة أن نحتفل بالنادي النوبة العام مع موطننا القاهرة الكبرى. النادي النوبة العام أنشئ بعد التأجير، تم التأجير في سنة 1964
وتم إنشاء النادي النوبي العام من 3 أقسام: الفلكات والكنوز والعرب. وتم عمل النادي النوبي العام تأسيس سنة 1969 وملتقى برقم 950 تابع وزارة التضامن الاجتماعي. أعضاء مجلس الإدارة كما أشار إليهم الأخ محي. أهداف النادي: يهدف النادي إلى العمل على مستوى أبناء النوبة، تقديم المساعدات الاجتماعية، جمع كلمة النوبة والتحدث باسم النوبيين، ودراسة مشاكلهم والعمل على حلها، مكافحة الأمية، وتنظيم الأسرة بالتوعية، وعقد وتنظيم الندوات والمحاضرات، تنظيم الرحلات، تطوير النشاط النسائي النوبي، رفع مستوى التعليم، تطوير العادات والتقاليد، والإبقاء على التراث النوبي. بنوضح النوبة باختصار. عدد النوبيين قبل التهجير كان 100,000 فرد. مساحة الأراضي بالقرية القديمة 400 كيلو، كنا على امتداد 400 كيلو على نهر النيل من أسوان إلى وادي حلفة. ودي خريطة تبين النوبة القديمة التي في أعماقنا وفي داخلنا. عدد النوبيين بعد التهجير حوالي 800,000 فرد اللي موجودين في مصر النوبة التهجير. مساحة الأراضي 50 كيلو من بنانة إلى كلكسة. خريطة النوبة الجديدة مصر النوبة، ودي الخريطة اللي احنا عايشين فيها حاليا على 50 كيلو مربع. حاليا في القاهرة الكبرى عدد النوبيين يوجد في القاهرة عدد 62 جمعية ونوادي وروابط تمثل القرى النوبية بمصر النوبة. متوسط عدد المشتركين بكل جمعية 1000 فرد. متوسط الأسرة الواحد 6 أفراد. الإجمالي بالجمعية الواحدة 6000 فرد. إجمالي عدد النوبيين في الجمعيات بنضربهم في 62 جمعية بيطلعوا 372,000 نوبي. وفي نوبيين غير مشتركين في الجمعيات الخيرية. متمركزين النوبيين في مناطق عابدين والمعادي وعين شمس وفيصل والهرم وبلاد الدكرور. وعدد النوبيين تقريبا بجميع انحاء الجمهوريه حوالي 4 مليون فرد. انجازات النادي: تم استلام النادي النوبي العام بتاريخ 4/8/2006. ودي النادي النوبي العام قبل التجديد. دي بعض اللقطات. وتم عمل تبرعات من رجال الأعمال. تم جمع مال في حدود 235,000 جميعهم من رجال الأعمال. والحمد لله تم عمل الكيان اللي احنا متوقفين فيه بهذا المبالغ. الهيكل التنظيمي اللي احنا شغالين عليه في النادي النوبي العام: المجلس الاستشاري الأعلى، وهو بيضم جميع رؤساء الجمعيات المتواجدة في القاهرة. النادي النوبي العام تحت مظلته في الثقافي الرياضي والتراث الفني الاجتماعي والمرأة الدين الشباب الإعلام. كل كيان من الكيانات دي الحمد لله اشتغلنا فيها خلال النادي النوبي العام. ودي بعض اللقطات. المجلس الاستشاري الأعلى ويرأسه المستشار حسن سيدي فيه. ده النشاط الثقافي وازاي بنعمل تواصل بيننا وبين القرى المتواجده في مصر لتأهيل النوبة. ودي بعض المسابقات اللي احنا عملناها. ازاي نعرف ننمي من القرى بتاعتنا تطوير القرية، ازاي نعرف ايه الحرف اليدوية اللي تتماشى في القرية، الزراعة، ما هي مشاكل القرية. وما بنزلش على عدد صفحات، والحمد لله عندنا بيانات جميلة جدا نقدر نساعد فيها ونقوم فيها احنا كرجال اعمال بتنظيم هذه الدراسات، وازاي نقدر نقدمها للدولة ونسهل على الدولة ازاي نقدر نوصل لها احنا محتاجين ايه. ودي بعض اللقطات. وده مهرجان التفوق اللي تم في محافظة أسوان مع المحافظ سمير يوسف. ودي بعض اللقطات اللي تمت هناك في المهرجان. وده النشاط الرياضي. انا بعمل باختصار لان انا عارف الدنيا حر ومش عايز اطول على سعاده الوزير. ده المهرجان الرياضي، والمهرجان الرياضي بنعمله هنا على مستوى الجمعيات كلها وعلى مستوى القرى المتواجده. وده هو التواصل ما بين
القرية وما بين القاهرة. ودي بعض اللقطات التي تم عمل فيها دورات رياضية بين القاهرة وبين البلد. بالنسبه للعقارات النوبي تم توقيع بروتوكول تعاون ما بين النادي النوبي العام ومركز التراث الحضاري والطبيعي، وده هيستمر لمده سنتين المرحله الاولى، وبعديها في مرحله ثانيه هيبقى لمده 4 سنوات. وتم